السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من جوه جول مع يحيى. النهاردة هنتكلم عن مباراة نادي بايرن ميونخ ونادي فرايبورج الألماني. المباراة اللي أقيمت يوم الأحد الماضي على استاد ملعب أليانز أرينا، وهو ملعب نادي بايرن ميونخ. المباراة في الأسبوع السابع من البوندز ليج الألماني، وانتهت نتيجة هذه المباراة بفوز نادي البايرن على نادي فرايبورغ بنتيجة 3-0. نادي بايرن ميونخ بيلعب بطريقة 4-2-3-1، ونادي فرايبورغ بيلعب بطريقة 3-4-3. ابتدى نادي البايرن بتشكيل مكون من أولريش في حراسة المرمى، خط الظهر 4 ناحية اليمين نصير مزراوي، 2 في القلب أوبيميكانو وكيم مين جاي، وناحية الشمال ألفونسو ديفيز. لعب ب2 في خط الوسط، جوريسكا وكيميتش. امامهم 3 ناحيه اليمين لوروا ساني، ناحيه الشمال كومان، و شادو سترايكر توماس مولر، ورأس الحربة الصريح هاري كين. اما نادي فرايبورج فابتدى المباراه بتشكيل مكون من اوتوبولو في حراسه المرمى، خط الظهر 3 سيل ديلا ولينهارد ومانويل جولدي. لعب ب4 في نص الملعب، شلاري وروهل وماكميلن وكوبلر. ولعب ب3 في الخط الامامي، ريتسو دوان ولوكاس هولر وجريفو. طبعا المباراة ابتدت بضغط لأصحاب الأرض والجماهير وهو نادي بايرن ميونخ، وقدر انه يحرز هدف مبكر في الدقيقة 12. ففي الدقيقة 12 كورة كانت من ناحية اليمين لكومان، اللي لمح حارس المرمى كده متقدم كده خطوتين 3 عن مرماه. عمل انه هيلعبها بالعرض، راح لعبها على طول في المرمى مباشرة في الزاوية العكسية البعيدة، تضرب في القائم الايمن وتسكن الشباك على يمين الحارس، محرزا الهدف الاول لنادي البايرن ميونخ، ليتقدم نادي بايرن ميونخ على نادي فرايبورغ في الدقيقة 12 بالهدف الاول. ثم في الدقيقة 22 هاري كين يضيع الهدف الثاني لنادي البايرن. كورة كده يمكن اخدها قبل منطقة الجزاء، اخترق ودخل جوه منطقة الجزاء وشاط قنبلة صاروخ ارض على يمين الحارس، حفت كده بالقائم وخرجت، وكانت كفيلة بإدراك الهدف الثاني. ولكن ما استنيناش كتير، جاء الهدف الثاني في الدقيقة 25. كورة لسانيه من ناحية الشمال، جنب خط التماس كده، قطم بيها لجوه للداخل الملعب، واخترق في حدود ال 18، ولعبها على شماله لعبها لهاري كين على شماله، اللي عمل معاه يمكن هاري كين عمل معاه 1 2، ولكن هو 1 2 متاخر شويه، يعني يمكن اداله ال1 وداس على كورته هاري كين ودخل جوه منطقه جزاء، واستنى استنى ثانيه يدخل له داخل منطقه الجزاء، اللي يلعبها له على ال6 يارد متقشره، يحطها في المرمى، محرزا الهدف الثاني لنادي بايرن ميونخ، ليتقدم نادي بايرن ميونخ على نادي فرايبورغ بعد 25 دقيقة من أحداث المباراة. في الشوط الأول ما كانش فيه جديد، يمكن نادي بايرن ميونخ كان ماسك كرة، ولكن ما كانش فيه خطورة على المرمى باستثناء الكور اللي احنا اتكلمنا عنها.
في الشوط الثاني يمكن ضغط كبير جدا لنادي البايرن، عايز يدرك الهدف الثالث ويخلص المباراة. في الدقيقة 67 كورة بعد باصات كتيرة جدا وصلت لكومان ناحية اليمين على حدود منطقة الجزاء، يشوط صاروخ ولكن الحارس يصدها بطراطيف الجوانتي وتطلع ضربة ركنية. بعدها في الدقيقة 82 كورة اخترق بيها من ناحية الشمال ساني، اللي يمررها داخل منطقة الجزاء لجوريسكا اللي يشوطها ويصدها الحارس، ويمكن لما صدها ضربت في القائم وطلعت ضربة ركنية، وكانت هدف مؤكد لنادي البايرن ميونخ. حتى جاءت الدقيقة 85 وجاء معها الهدف الثالث لنادي بايرن ميونخ. كورة كانت من ناحية اليمين بعد نص الملعب لليمار اللي نزل بديلا من اوبي ميكانو في الدقيقة 77، يعني قبل الهدف ده ب 8 دقايق. كورة ناحية اليمين بعد نص الملعب لليمار، يلعبها لكومان لونج باس ناحية اليمين، اللي يدخل بيها منطقة الجزاء ويرقص مدافع نادي فرايبورغ على الثابتة ويحطها بشماله في الزاوية البعيدة، ولكن تخبط في رأس أحد المدافعين وتغير اتجاهها وتسكن المرمى، ليتقدم نادي بايرن ميونخ في الدقيقة 85 بنتيجة 3-0 على نادي فرايبورغ. ومع هذه النتيجة تنتهي المباراة بفوز نادي البايرن على نادي فرايبورغ بنتيجة 3-0، ليرتفع رصيد نادي بايرن ميونخ إلى 17 نقطة في المركز الثالث، ويتوقف رصيد نادي فرايبورغ عند النقطة العاشرة في المركز التاسع. كده عندنا بقى ترتيب البوندس ليج. عندنا في المركز الاول بايرن ليفركوزن معاه 19 نقطة من 7 مباريات. المركز الثاني شتوتجارت 18 نقطة من 7 مباريات. المركز الثالث يأتي بايرن ميونخ 17 نقطة من 7 مباريات، ثم بروسيا دورتموند 17 نقطة من 7 مباريات. النهارده ان شاء الله في مباريات في تصفيات الامم الاوروبيه. عند المانيا 2024 عندنا مباراه مهمه جدا ما بين نادي منتخب اسبانيا واسكتلندا في الساعه 10:15 بتوقيت القاهره. وعندنا مباراه كرواتيا وتركيا في تمام الساعه 10:15 بتوقيت القاهره. وعندنا مباراه البانيا وتشيك في تمام الساعة 10:15 بتوقيت القاهرة. وعندنا مباراة قبرص والنرويج في تمام 10:15 بتوقيت القاهرة. وعندنا جزر الفارو مع بولندا في تمام 10:15 بتوقيت القاهرة. في مباراة أخرى النهاردة هتقام مباراة مصر وزامبيا، والمباراة دي في الأجندة الدولية، مباراة ودية طبعا. نتمنى توفيق ان شاء الله لمنتخب مصر. ودي كانت اخر حاجة معانا النهاردة. نلقاكم في حلقة قادمة من جوه الجول مع يحيى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.